سمعي بنتي، ها اللي مقدمه على الزواج، ها اللي باغيه تزوج، ها اللي باغيه تبني عشا وتبني دار، خصك تفكري مزيان قبل ما تخطي هاد الخطوه. لا كنتي خصك تسندي نفسك قبل ما تدخلي هاد الزواج، قبل ما تقولي بسم الله خصك تكوني خدامه، تكوني عندك دبلوم، قاريه، يعني بالدبلومات ديالك، بخدمتك. لان ما تعرفيش الظروف وسط الزواج كيفاش شنو تيوقع وشنو تيطرا. خصك تسندي نفسك بحال داك حزام الامان، بحال تطلعي السياره وتديري حزام الامان بحال هكاك. خصك قبل ما تدخلي الزواج خصك تكوني رابطه واحد الحزام ديال السلامه. علاش؟ لان الظروف والوقت يعني حتى انت تتشونجاي، والراجل اللي تدي تا هو تيتشونجا، كلشي تيتشونجا. يعني الظروف تتخليك تتبدل، ما تبقاش الظروف كما كانت في الاول. لهذا سندي نفسك قبل ما تدخلي. اي بنت باغي تدخل تزوج او ناويه تزوج خاصها تفكر تسند نفسها، عاد تقول بسم الله. اول حاجه ركزي في المستقبل ديالك. هاد الهضره كاع النساء وصلوا ليها. بني مستقبلك هو الاول، عاد الزواج. ما قريتيش مزيان، تعلمي حرفه. ما تعلمي حرفه، خدمي، شدي شهادة ديالك، قراي. الزواج اخر حاجه. قرار الزواج هو المسار ديال الحياه ديالك. اكثر من تولدي الولاد ما تصدقي واحله، ما تقدري تطلقي، ما تقدري تبعدي، لانك عندك مسؤوليه وعندك ولاد خصهم ياكلوا، خصهم يشربوا. ما تبقيش تفكري غير في راسك، تفكري في ولادك. من تولدي ما تولي عندك قرار واحد اخر، عندك مسؤوليه، عندك ولاد خصهم ياكلوهم، يشربهم، المدرسه يقريهم، يصبطهم. انت ما عندك لا صنعه لا خدمه باش عاد تكفلي براسك بعدا انت اولا، باش عاد تكفلي بداك الولاد. عاد تقولي لي والدين ما تيدوموش، والدين فواحد الوقت يموتوا. شكون؟ عاد تقولي خوت كل واحد ملاهي مع عائلته، مع راسو، مع شغله، مع مرته، مع الله يكون في العون. دابا المعيشه ولات في الحياه صعيبه بزاف. قراي، تنقول البنت تقرا، البنت تقرا ضمن المستقبل ديالها. ديك الساعه يجي الراجل طلع على ود الناس، اهلا وسهلا. طلع على ود الحرام، خدمتها تصرف على راسها، واخا يطلع على ود الحرام عليها ما دل ما حتى شي حاجه. هادشي كاع النساء وصلوا كاين ما اكثر من المراه قاريه واعيه. في الاخير من دا الراجل المغربي ان فوا تيدير فلوس تتبان له المراه الثانيه. ان فوا تيدير فلوس ما تبقيش تباني له كاع، تتباني له من حيت من تضربي معاه الكرفي في الاول راكي سمن وعسل ومزيانه وبنت الناس وبنت داركم وواقفه معاه حتى توقف على رجليه. من توقف على رجليه تيدير الجنحين. من تيدير الجنحين تنقول لك ما عمرك ما تخلي الراجل هو الهدف ديالك. عمرك ما تثقيش الوعود الكاذبه، عمرك تثقي فيهم. جامي تثقي في الوعود الكاذبه. انا البنت تربى تقرا، المستقبل ديالها عند البنت من 18 سنه حتى 24 سنه كامله عندها دراسه تتكمل تما، تشد لا ليسونس، بغات تكمل الماستر ديالها تكمل الماستر، بغات تكمل القرايه ديالها العليا تكمل القرايه ديالها الخدمه. البنت تتبقى باقا صغيره 26 سنه 27 سنه 28 سنه. جا ولد الناس اللي يكون قاد بها. المهم هي سانده نفسها. اول حاجه هي تتسند نفسها. علاش؟ لان افات الزمان. من هادشي ما غاديش يبان لك دابا، غيبان لك فوقاش. غيبان لك من عاد ضربي 21 عام، من 23 عام تكوني وصلتي واحد 50 سنه. 50 سنه عاد تمشي تخرجي تخدمي، عاد تمشي تضربي كرفي. وهذا الجيل هذا صحابك ولادك هما اللي يخدموا عليك. ما بقاش داك الجيل تنولد ولادي حقا لا ضربت 50 عام راه يهزوني ولادي. لا، المعيشه ديال الحياه ولات صعيبه بزاف، تكاليف الحياه ولات صعيبه بزاف. انا تنقول كل بنت او كل حتى دري يقرا، يبني المستقبل ديالو من بعد الزواج. حنا ربونا والدينا على داك الفكر، حنا ربونا الامهات ديالنا دارك دارك دارك. يعني تبقى تسمحي في خدمتك، تسمحي في كل شيء مقابل ما العش ديالك ما يتشتتش. وفعلا شحال من وحده سمحت في الخدمه ديالها مقابل انها ما تلقاش اللي لقى اللي يربي لها البنات، ما تلقاش اللي يربي لها الولاد. تسمح تكون خدامه، تسمح في خدمتها لان ما عندهاش اللي يربي لها سميتو. تضحي باش تكبر ولادها، تقول صافي ماشي مشكل، تقول انا نتكلف. تيكون زوج بها في الاول، زوج بها خدامه. اين فوا تتولد تيفرض عليها، تقول لا جلسي. شنو تصدق هي امام امرين، اما تطلق اما خدمتها. في الاول تيدخلها كحمام السلام، انا معاك وداك الفكر
الفكر العصري، انا المراه تخدم ماشي عنديش مشكل. اون فوا تيشدك في الدار وتضربي العقد وتتولدي، تتبقاي انك قدام امر الواقع. خصك ما كاينش اللي ربي لك بنتك، تضطري انك تجلسي في الدار مقابله الدار مقابله البنت مقابله الولاد، تسقي ولد مور ولد بنت من بنت، تسقي حاطه موراك واحد 3 ولا 4 الولاد ما شاء الله، الله يخليهم لنا. مع الحياه واستمراريه الحياه هو تيدير لي ديبلوم وتيزيد يكون نفسه، هو الراجل تيكون نفسه وانت تتقابلي الولاد، يعني تضحي. يعني يعني تسمحي في خدمتك، تسمحي في الصالير ديالك، تسمحي في الاستقلاليه ديالك، تسمحي في كل شيء مقابل علاش تضحي مقابل دارك. يعني تقولي لا انا داري ما نهدمش داري على ود خدمه. يعني تبعدي من الخدمه، تبعدي من كل شيء، تبعدي من كل شيء مقابل ان ولادك يكبروا وتقولي صافي. الراجل المغربي تيبغي المراه تيشدها تيحطها في الدار تيسد عليها. المهم كاين نوع ديال البشر، اكثريه نوع ديال البشر الفكر ديالو كما شاف والديه، هو الام ديالو الاب ديالو كيفاش تيشوفها بانها صافي تيجيب لها ديك الكفيفه تتحمد الله وتشكرو على ديك الكفه. المهم راه هي تما حتى هو مراتو، يعني داك التربيه ديالو ديال الوالدين كما تيشوفهم تيبغي يطبقها على مرته. ما تتبانش دابا، ما تتبانش في الاول العلاقه ولا في ثاني علاقه. كاين اللي حتى تيضرب واحد المده في الزواج عاد تطلع له داك العقليه ديال الصغر كما كانت هذه شحال. تيقولك المراه ما خصهاش تهز صوتها، المراه ما خصهاش خصها تجي تبقى تبوسي يد الراجل من الباب. المراه فوا جاب لها التقديه خصها تحمد الله وتشكرو. بحال مثلا داك المراه ما صابت ما تاكل في دارهم، ها هو اللي ما من جات لعندو شكون اللي كبرها؟ قال هو اللي كان تيوكلها. الفكر ديالو هو القفه، عقليته هو القفه والمصروف، القفه والمصروف صافي. حيت هو طباه هكاك الفكر ديال المراه انها القفه، يجيب لها القفه صافي، هذا واحد احتياجات ديالها. ما تفكرش في حوايج اخرين. كاين اللي الطموح ديالو محدود ما تفكرش بعيد. تلقاي المراه التفكير ديالها التخطيط ديال التفكير ديال المراه مختلف على التفكير ديال الرجل، التحليلات ديال المراه مختلفه على التحليلات ديال الرجل. يعني كل واحد يشوف من الجويه الاخرى. عمرك ما تقولي لا حقا اللي درستو قبل الزواج ما كاينش هادشي هادي كاع. كاينين الزوجات الزواج غير زهر، والله لا غير زهر. تقدري تطيحي في الراجل اللي تفهمك، تقدر تطيحي في الراجل اللي تفهمش. اهم حاجه من داكشي كامل الراجل هو اخر حاجه تفكري فيه. اهم حاجه هي البنت تخدم تسند نفسها. علاش؟ باش ما يوقع له مشكل تلقى راسها سانده نفسها، سانده نفسها يعني ما عندهاش الخدمه ديالها هي العكاز ديالها. اون فوا العكاز ديالها بغى يميل تلقى راسها عندها واحد الركيزه، عندها الخدمه ديالها، عندها مسائل ديالها، مكونه نفسها فكريا وماديا، باش حتى لو وقع لها شي مشكل وشي غلط قاده تهز بوليداتها. هذه اول حاجه. تاني حاجه انا تنفضل المراه حتى ولا ماشي كاين اللي ما قراتش، كاين اللي تعلمت صنعه، كاين اللي معلمه صنعه راه تدخل احسن من هذيك اللي موظفه. يعني راه ماشي قضيه لانها ارزاق، لان كل واحد والرزق ديالو، كل واحد وربي شنو مكتب له في الرزق ديالو. لهذا البنت تعلم الصنعه مزيانه القرايه بالنسبه للبنت، ولكن اللي ما قراش تعلم حرفه، تعلم حرفه، تعلم حرفه، تعلم صنعه، تعلم البيع والشراء، تعلم اي حاجه. المهم دير شي حاجه اللي هي تترضيها واللي تقدر تكون بها. نصيحه لكل بنت قبل ما تدخلي للزواج خصك تكوني معلمه حرفه، عندك الحنه، عندك خياطه، عندك بس كاين ما يدير من الطرز فازي اللي تقول شو داك اللي تقول لا الحرفه على الاقل. تقول لك المثل المغربي هذه شحال جدودنا كانوا تيقولوا شي الصنعه لا ما غناتكش تسترك سترة الانسان تحميك، لا ما غناتكش تعيشك على الاقل. واخا ما توصلكش شي حاجه ولكن على الاقل تحميك، تدي لك عزه النفس. كل بنت مغربيه، كل بنت تسند نفسها، تخدم، دير لي ديبلومات ديالها، ما كتبش ان شاء الله ما يسلاش في الخدمه، تعلم صنعه، ما تبقاش بلاش. تعلم صنعه، تعلم الطبخ، تعلم الخياطه، كاين ما يدار. راه غير الحنه تبارك الله ما شاء الله الانسان كيبي راسو. ما تجلسش، ما تبقاش لا الزوج هو اللي تيسيرها، لا جلسي من الخدمه، جلسي من الخدمه اكثر ما تمشي. هادشي خصك تعلمي صنعه قبل ما تزوجي، ان الا تزوجتي الراجل ما يخليكش تخرجي، ما يخليكش تمشي تعلمي صنعه، ما يخليكش تفوتي على الباب،
ما يخليكش تقولك لا ما تمشيش تعلمي ديري هادي، ما تعلميش ديري، صافي تبقى يتحكم فيك. عضادي معاه تقول لا انا بغيت، عضادي معاه تخرجي انت وياه في حيط ماشي وهذا، صدقي مفركسه العش ديالك. لهذا الانسان اللي بغى يدير شي حاجه يديرها قبل الزواج، اللي بغات تعلم صنعه، اللي بغات تقرا، اللي بغات تشد دبلوم، اللي بغات دير اي حاجه قبل الزواج تكون نفسها، ديك الساعه تدخل، ديك الساعه الا جا ولد الناس راه غادي يتهلا فيها، لما جاش ولد الناس او كتاب شي حاجه المهم راه عندها باش تتكبي راسها.